السلام الله عليكم. فيلم ديال اليوم غيبدا من الالمان مع واحد خونا سبورتيف سميتو جونيور، وكان كيدوش قبل ما يمشي للخدمه، ومني خرج لقى جارتو كايله قتله من عند راجلها ومجري عليها هي وبنتها. وجونيور وقف وبقى كيخنزر في خونا، هو يقول لي ديك خونا مالك كتشوف اديها في راسك حسن لك. وجونيور داكشي اللي دار سكت ودخل سق راسو هبط في حاله وركب في طوموبيلتو ومشى ياخذ قهوته بحال ديما، وراه مشى لخدمته وغنعرفوا انه كان خدام طولوري ديال الطوموبيلات، ومني غيسالي الخدمه غيمشي للبار وضرب شي كويسات. وكان هذا هو الروتين ديال جونيور، وديما السبور في الصباح وراه كياخذ قهوته ومن بعد كيمشي للخدمه وفي العشيه البار، وحتى حاجه ما كتبدل وديما هكا حتى غيجي واحد النهار السي جونيور غيهرس الروتين ديالو، وهاد المره في بلاصه ما يدي قهوته اونبورتي جلس يشربها في القهوه حدا جارته اللي كلات قتله من عند راجلها وكانت مع بنتها، وهو بدا يضحك مع البنت الصغيره وقال لها ما خاصك تسكتي على هاد الظلم ولا خاصك شي حد يعاونك قوليها وما تبقايش تخليه يزرق لك وجهك مره اخرى. وراه غنمشي واحد المدينه في الهند، وكانت واحد العصابه تما كيفتخوا في الجوانات وكانوا حاضين وعاسين على واحد خونا في السوق، وشويه خرجوا وجابدين سلاحهم وناضت قرطاس وبداو كيتيريو في اللي جا قدامهم. والمهم ماتوا بزاف ديال الناس تما، ولكن قبل ما تنوض هاد الكيره كان واحد خونا سميتو هاري متخفي في السوق وكان كيلعب بهاد اللعيبه اللي نسيت على سميتها، اللي عرف يكتب لي في كومونتير. المهم من يبدا القرطاس هاد هاري جبد سلاحه وقتل واحد من داك العصابه وبقى كيتير عليهم حتى هربوا، وراه غيحضروا البوليس ولي زومبيلونس وغيديو بنادم للسبيطار وغتجي حتى شوف تي في ديال الهند. المهم غتبلبل داك النهار في الهند والدنيا غتقلب، كلشي ولا كيهضر على هادشي عنده في الاخبار. وفي داك الوقيته غيبان الزعيم ديال داك العصابه وكان فرحان بالعمليه اللي دار، وكان حتى هو كيتفرج في الاخبار وعرف من الاخبار ان شي حد كان كيتيري على الرجال ديالو وبغى يعرف شكون هذا. وراه غيبان الانسبكتور ديال هاد القضيه وقال الصحافه راه كاينه واحد البنت ماتت وامها مضروبه، ولكن الحاجه الغريبه ان البوليس غادي يلقاو ديك البنت وامها مسجلين من 204 سنين هذه وعندهم حتى شهاده الوفاه، والصحافه غادي يلوحوا التصوير ديال الام في الاخبار ويدوزوها في التلفازه. وسينك زعيم العصابه شاف التصويره في الاخبار وتصدم وتخلع وعربط على الرجال ديالو وقال لهم شنو درتوا لينا راكم جبدتوا علينا الزقه، وغيعرف ان هذاك اللي كان كيتيري عليهم هو هاري، كان تما حيت كان كيحمي الدريه وامها، والام غتصدق هي مرات جونيور وهاري هو عشيره. وفي ذاك الوقيته البوليس كانوا واقفين على مامات البنت، والانسبكتور من شافها عرفها هي مرات جونيور وحتى هو تخلع وبدا كيعاود البوليس على القصه ديال جونيور وقال لهم راه جونيور كان من المخابرات السريه ديال الهند وكان اخطر واحد فيها، ولكن من بعد ولا قتال خطير ومطلوب دوليا والانتربول حتى هو كيقلب عليه. وسينك حتى هو قال للرجال ديالو ان جونيور كان غابر هذا الوقت كله وزور الموت ديال مرته وبنته باش حتى حد ما يقلب عليهم، ولكن دابا غادي يبان باش ينتقم من اللي قتل ليه بنته. وهاري عيط على عشيرو جونيور وعاود ليه على شنو وقع لبنته، والبوليس قدروا يتبعوا ديك المكالمه وعرفوا بلاصه جونيور فين كاينه بالضبط باش يشدوه. وجونيور من سمع الخبر بقات فيه بنته وبدا كيتفكرها ملي كانت التربيه، وشويه سمع الانتربول جايين ليه وقدر يهرب ليهم وبقاو تابعينه حتى وصل السفاره ديال الهند وسلم ليهم راسو، وكان الطلب ديالو الوحيد هو يرجع للهند. وقبل ما يوصل جونيور للهند الانسبكتور قال البوليس اللي معاه ردوا بالكم منه راه خطير، حيت كان عارف ناوي على شي حاجه في الهند. والبوليس داروا مؤتمر صحفي باش يقولوا لهم انهم شدوا جونيور، ولكن واحد الصحفيه نقزات وقالت لهم تاش من شديتو جونيور ياك هو اللي سلم راسو. اخونا تبلوكا وما عرف ما يقول ليها، وفي الاخر قال ليها حنا راه كنعاملوا جونيور معامله انسانيه وراها غنشوفوا الانسانيه اللي كانوا كيعاملوه بها، وكانوا مساكن غا معلقينو وكيسوسوا منه غبره ديال الالمان. وغنرجعوا للزمن باللور ملي كان جونيور خدام معاهم في المخابرات السريه، ومن يتزوج ولد بنت قرر يستقل من المخابرات، ولكن رئيس ديال المخابرات ما بغاش وقال لي عندك مهمه وحده وغتكون هي الاخرى عاد نقبل الاستقاله ديالك. وكانت هاد المهمه غفخ باش يتفكوا منه حيت ما كانوش باغينو يستقل وهو عارف كاع الاسرار ديال المخابرات. ومشى جونيور ديك الميسيون، ولكن غيعاقب واحد السنايبر حاضي وهرب منه قبل ما يصفيها ليه، ومن تما المخابرات رجعته مجرم هارب ولا مطلوب من هاد الانتربول. ونرجعوا عند جونيور وهو معلق، وجا عنده داك خونا اللي كان شاف ديالو في المخابرات وكان حاقد عليه وباغي فيه الخدمه، وعطى الامر للمخازنيه ديالو يتهلاو في جونيور مزيان بهرماكه، وزاد قال لهم المهم تخليوه ليا حي. وراه خلاو جونيور يحضر الجنازه ديال بنته وشافها وبقى كيبكي، ولكن ما خلاوش يبقى بزاف، وجاو القوات الخاصه باش يرجعوه للحبس. وواحد البوليسيه جات عند مرته وقالت لها انت جداك تزوجي مجرم بحال هذا وها هو دابا تشد، ولكن جاوبتها وقالت لها جونيور ما راجعش للهند باش يتعاقب، ولكن راجع باش ينتقم من اللي قتلوا ليه بنته، وهي هذيك غنشوفوا جونيور راجع للحبس وعليه واحد العسه كثيره بحال قاتل كينيدي، وشويه غيغفلهم وبدا كيبان دخل في القوات الخاصه مزيان
اثنين وواحد فيهم هز عليه سلاح وجونيور فرقع الباب بداك السلاح ولاح خونا وضرب الشيفور حتى تقلبات بهم الطوموبيله ومن هبط من الطوموبيله لقى القوات مدورينو وحتى هما بندخهم وخونا طلع مقاتل وقدر يهرس المينوط ديالو وصفاها ليهم كاملين ومشى يتخبى في واحد البلاصه ديالو سريه وتما غيجي عنده صاحبه هاري وجونيور مني غيشوفو اول حاجه غيدير غيشنق على صاحبه وحتى هو بندخو وهذا الشيء حيت ما قدرش يحمي ليه بنته ومن بعد تهدن ومشى عند صاحبه وقال ليه انا كنت باغي غنبرد قلبي وصافي شي حد وات وهادشي كامل وباقي ما بردش قلبه ما علينا وطلب السماحه من صاحبه وقال ليه انا عارفك درتي داكشي اللي قدرتي عليه وهو يمشي جونيور دارو القديمه وبدا كيتفكر الوقت اللي كان كيدوز مع بنته وقرا كاع ديك الرسائل اللي كانت كاتبه ليه والرسومات اللي كانت كترسم ومن سالا بدا كيتفرج هو وصاحبه في الفيديو ديال الكيره اللي ماتت فيها بنته وكان الفيديو مصور بواحد الكاميرا ديال السوق ولكن غيكتشف ان القرطاس ما كانش كيجي غير من الجهه ديال العصابه بوحدها ولكن كان كيجي من جهه اخرى واول حاجه غيديروا هي غيمشيو عند واحد البوليسي كان مأمن على واحد خونا كانت العصابه باغا تقتلو البوليسي مني شاف جونيور عرفو وكان غيبول في سروالو ومني ما بغاش يقر ليهم من الاول مسيو جونيور لصق ليه يدو في الطابله بجنوي او ضربها بغوته وهو يقر ليهم بكل شيء وقال لهم انا ما كنتش اصلا عاس على داك خونا من نيتي وانه كان واخد فلوس من العصابه بس يسهل عليهم يقتلوا داك خونا ومني ما قدرش العصابه تقتلو قتلو هو من جهه اخرى ودار هادشي غير باش ياخذ فلوسو كاملين وجونيور زاد لصق ليه اليد الاخرى باش يقول لي ديال من العصابه وعرفها جونيور انها عصابه سينغ وقبل ما ينوض صفها الخونه بقرطاسه في راسو وسينغ كان عارف ان جونيور غادي يبقى يقلب تيوصل ليه والبطل ديالنا داكشي اللي دار مشى للدار ديال سينغ وبقى حاضيه وفي ديك الوقيته كان عندهم شي موسم ديني ديال ربهم استغفر الله العظيم وسينغ مشى يزور الاله ديالهم ولكن كان مطوق داك الموسم بالرجال ديالو ومني جونيور وهاري دخلوا عليهم بقاو كيصفيوها لهم واحد بواحد حتى صفوها لهم كاملين ومني وصلوا سينغ غيلقاو الرجال ديال العصابه تاني بداو كيخرجوا ليهم وجونيور غادي يخدم ليهم تاني موت بنديخ وتشخشيخ حتى غيسالي معاهم كاملين وغيوقف على سينغ اللي كان مخلوع ولكن كان داير فيها شجاعه وقال جونيور الا قتلتيني ما غاديش ننتقم لبنتك وزيدونا انا ماشي هو مول هاد العمليه اللي ماتت فيها بنتك واللي خاصك تنتقم منه هو واحد جوج خوت واحد سميتو جورج والثاني سميتو مايك ولاد اكبر مافيوزي في الهند كلها وجلس سينغ يعاود القصه كامله وقال لي واحد من جوجات خوت سميتو مايك كان عطيه غز هو الدريات ولكن واحد المره بغى واحد البنت ولكن هي قمعاتو وما بغاتوش وهو مرضاش وناض اتفق هو وخوه خطفوها وخبروها ولكن واحد العساس شافهم وكان ناوي يشهد ضدهم في المحكمه وداك الشيء علاش كانوا باغيين يصفيوها ليه وكراو الرجال ديالي باش يقتلوه في السوق وانا ما عندي حتى شي علاقه بالموت ديال بنتك حيت كنت غير كنفذ الاوامر وهي جات في الطريق والا ما تيقتينيش انا دابا غندوز ابيل مع داك مايك هوت بارلور باش تسمع كلشي بودنك وجونيور تصنت وبصح تاكد ان القضيه ما سالاتش هنا وبصح فيها مافيا اخرى وسلاحو وعطى خونا قرطاسه في الراس ومشى في حاله وفي نفس النهار جونيور تلاقى مع مرتو وقالت لي ما كانش عليك تمشي وتخلينا وكون كنتي معانا هنا ما كانش هادشي غيوقع علينا وطلباتو بلا ما يقتل هادو اللي قتلوا ليها بنتها ولكن يخليهم يتمناو الموت بسبب الشويه اللي شوهوها في بنتها على كبتها وراها تفارقوا وهنا غيبدا الانتقام من اكبر عصابه كاينه في الهند وهو يمشي عند واحد صاحبه لدارو وتما غيشوف واحد بنت صاحبه سميتها ساره وفكرته في بنته ومن بعد بقى كيلعب مع ديك البنت وباها ما فهم والو من شاف بنته نعسات وارتاحت لجونيور وهي ما موالفاش ترتاح لشي حد اخر من غيره ومن بعد طلعوا السطح وجونيور قال صاحبه راه خاصني نوصل لهاد جوج خوت في اقرب وقت وصاحبه قال لي عرفتي هاد جوج خوت شكون باهم راه اخطر مافيوزي في الهند وعنده جيش وانا سمعت عليه انه كيبيع ويشري في كل شيء في السلاح في الحشيش حتى من بنادم كيبيع ويشري فيه ما كيزقل والو والدوله ما كتقدرش عليه والبوليس ما كيدورش به ولكن جونيور كان محمر فيهم باش يصفيها ليهم وقال صاحبه يا انا يا هما وعشيرو قال لي حتى انا معاك صاحبي في اي حاجه وراه غيبان المافيوزي الكبير باد دوك جوج خوت وسميتو ادوارد وكان باغي يتفق مع واحد القاوري باش يشري منه سلاح وادوارد قال للقاوري هاد السلاح راه ديالي دابا ولكن ما عنديش الفلوس كاش باش نخلصك دابا ولكن غتصبر عليا حتى نديرو داك الشيء المهم من الاخر كان ناوي ينصب على القاوري ولكن القاوري عاقبيه وقال ليه ما غاديش ديرها بيا انت وما غاديش نزيد نتعامل معاك مره اخرى وناض في حاله ولكن ادوارد ما تسرطاتش ليه وتعصب وقال لخونا تسنى وقرب العند وقال لي انت واقيلا ما عارفنيش شكون انا باش دوي معايا بهذه الطريقه وقال ليه راه كلشي اللي في هاد البلاد راه ديالي وشدو وقرجتو حتى صفاها للقاوري والغد ليه جونيور كان كيتريني باش يوجد الكيره اللي غتنوض حيت غتكون اصعب كيره غيدوزها في حياته وبقى هو وصاحبه حاضين التحركات ديال ديك جوج خوت بالتفاصيل وبداو كيهندسوا ويحطوا الخطه ولكن في ديك الوقيته البوليس شدوا بات جونيور وقالوا ليه الا كنتي عارف فين كاين ولدك قولها لينا وما حدو هارب يقدر يموت في اي لحظه وطلبوا منه الا وصلتهم شي اخبار عليه يعلمهم ولكن باه ما تسوقش ليهم وقال لهم انا في حالي في حالكم ما عارف عليه والو دابا ولكن الحاجه اللي
عارفه ومأكد منها انه كيف ما هرب منكم شحال هادي وما قدرتوش تشدوه، كيف ما دابا ما غاديش تقدروا تلقاوه، حيت هو عارفكم كيفاش كتفكروا وعارف كاع الاسرار ديالكم. وانا عارف ولدي الا مشى حتى حط شي حاجه في راسو ما كاينش اللي وقف ليه في طريقه. وفي داك الوقيته كان جونيور بدا كينفذ الخطه ديالو، واول حاجه دار هي مشى نقز الفيلا ديال واحد من الخوت اللي كان سميتو جورج، وبدا كيقتل ليه في الرجال ديالو بلا ما يدير الحس. وجورج في ديك الوقيته كان كيعوم في البيسين وماطق مع راسو، والرجال ديالو كيموتوا حتى شويه غيهز راسو وغيلقى كاع العسه اللي كانت عليه ميته. وجات نوبته هو وجونيور خرج ليه من الماء بحال ازرين، وبيان سير خونا ملي شافو تلقاه في البيسين، وجونيور شدو شربو ميها وصفاها ليه. والسي ادوارد من يسمع الخبر مشى للفيلا ولقى ولدو ميت تما، وبغى يعرف شكون هاد الصقيع اللي زعم عليه وقتل ليه ولدو. ومن قلبوا الكاميرات لقاو جونيور هو مولاها. وخونا قال للرجال ديالو عندكم 24 ساعه وجيبوا لي هاد الحمار فين ما كان، ولكن واحد من الرجال ديالو قال ليه هذا الدوله 10 سنين وهي كتقلب عليه وما قدروش يوصلوا ليه، وبغيتينا نجبدوه لك حنا في 24 ساعه. هو يقول لي ادوارد جيب شي حد كيعرفو باش يجي لعندنا برجليه. والغد ليه كان هاري جالس مع بنته، وشويه غيبان لي شي رجال مسلحين وداخلين عليهم، وخاف على بنته وقال لي دخلي لبيتك وسدي عليك. وفي ديك الوقيته كان جونيور وصل ولقى المافي في الدار عند صاحبه، وخدم تاني موت بنديخ وتشخشيخ وصفاها بزاف منهم، ولكن واحد ضربو الكتفو بجنوي. وهاري كان داخل مقاتل مع العصابه ولكن غادي فيه قرطاسه، وبنته ساره خطفوها. وجونيور ما كان عنده حتى شي حل اخر باش يعتق ساره الا يسلم راسو لادوارد، وداك الشيء اللي دار ومشى لعندو لدارو. ومنين المافيوزي شافو فرح حيت جا عنده برجليه. هو يقول لي دابا حمار في حالك بغى يدير راسو من راسي، وإلا كنتي جاي على قبل الدريه بغيت نقول لك راه الدريه انا غنبيعها باش نخدمها في داك الشيء، المهم بلا ما نقول لكم فاش كملوا من راسكم. ولكن جونيور ما كان جاي خاوي، وجبد تليفونه وورا لادوارد فيديو فيه ولدو مايك مخطوف وكان مربوط، وقال لي عطيني الدريه الا بغيتي ولدك بقى حي. وادوارد بز منه وقال للرجال ديالو نزلوا سلاحهم، وقال لي انا غنخليك دابا تاخذ البنت، ولكن الا طرات لولدي شي حاجه غنخليك تمنى الموت من داك الشيء اللي غندير لك. وخدا جونيور ساره ومشى في حاله، ولكن المافيا بقات تابعه باش يعرفوا فين خاطف مايك. وجونيور عرفهم تابعينه وهرب ليهم وتخبى ليهم في واحد ديبو ماجور، وقال ساره بقيتي هنا وما تحركيش، وعطاها تليفون وخدم ليها المزيكا باش ما تسمع والو من الكيره اللي غتنوض. وفي هذا الوقت غيوصل ادوارد مع الرجال ديالو لداك الديبو وحاصروا داك لازوم كامله، وقال لهم يدخلوا يقلبوا على ولدو مايك. والحمار ديال جونيور اللي شفتو قتلوه هو والبنت اللي معاه. وجونيور ديك الساعه كان حتى هو موجد ليهم وحاط لهم الفخاخ بحال الفيران، وواحد منهم جاي يحل واحد الباب وهما يلصقوا ليه المسامر في وجهه ومات، وكان داير فخ اخر وفرقع بيه بزاف منهم. وادوارد مني سمع التفرقيع دخل داك الديبو هو والرجال ديالو، وهما يلقاو واحد الطوموبيله مغطيه بالباش، ومن يحيدوا الباش لقاو ساره مخبيه تما، وخداوها تاني وبداو كيستفزوا جورج باش يخرج عندهم. وجونيور شافهم وطلع على واحد فيهم كان شاد البنت وصفاها ليه وخدا من عنده البنت ورجعها تاني الطوموبيل خباها، وبقى مقاتل معاهم وكيسالي معاهم واحد بواحد، وراه خدا البنت وطلعها الفوق وخباها ورجع ليهم تاني وبقى كيصفيها ليهم وهما ما كيتقادوش حتى غتجي فيه قرطاسه في كتفه وطاح وما قدرش يتحرك. وتجمعت عليه العصابه وبقاو كيعذبوا فيه باش يقر ليهم فين مخبي مايك، وشويه غيغفلهم وغيجبدوا واحد البريكه ولاها على طارو ديال المازوت وفرقع الزمر كله، وناض تاني وبقى كيصفيها البنادم اللي بقى حتى بقى ليه ادوارد بوحدو اللي حي. وادوارد شاف جونيور محمر فيه وهو يبدا يطلب فيه باش يخليه يعيش، وقال لي انا مسامح لك في ولدي مايك الا بغيتي تقتلو غا قتلو، ومسامح لك حتى في هاد الفاليزه اللي فيها 3 مليون ديال الدولار، وما عمري باقي نوقف لك في طريقك ولا تشوفني مره اخرى، وبليز ما تقتلنيش وخليني نعيش. ولكن جونيور ما تسوقش لهضرته وهز عليه هذيك اللي كيهرسو بها الكودرون اللي عرف سميتي يكتب لنا في كومونتير نستافدو. والمهم بقى كيتقف فيه وادوارد كيغوت والفلوس كطير من الفاليزه، والصراحه انا بقات في غير داك الفلوس اللي مشات غير هكاك، وبغيت شي حد فيكم يمشي معايا نجمعوا هاد الدولارات ونفرقوها عليكم كاملين. المهم يا ربي تسمح لي على هاد الكذبه. والمهم جونيور قدر ينتقم من بنته في الاخر واعتق ساره قبل ما يتفرقع داك الديبو وهرب بها، وقال ليها بغيتك تخرجي تجري من هاد الديبو بلا ما تشوفي وراك، ولكن هي ما بغاتش وعنقاتو، وفي الاخر سمعت لهضرته ومشات كتجري باش تخرج من الباب. ولكن في داك الوقيته كان البوليس تما محاصرين الديبو، ومن شافوا شي حد خارج عندهم وكيقرب ليهم هزوا سلاح وكانوا غيتيريو. الساعه غير لقاوها غير بنت صغيره ونزلوا سلاحهم وخداوها باش يعطيوها لامها، وبحال ديما جونيور قدر هرب ليهم تاني وبقاو هما كيقلبوا عليه. ودازت الايام ورجع جونيور تاني للهند وكان مبدل، وحتى واحد ما كان عارفو علاش ناوي هاد المره. وهكا سالا الفيلم ديالنا. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه، هي انكم ما تحقروش داك اللايك حيت ما تخيلوش شحال كيعاون، واشتركوا في القناه وبارطاجيو مع اصحابكم وتهلاو، ونشوفكم في فيلم اخر.